اليوم هو الأحد السادس من زمن العنصرة. المسيح يسوع يرسل الرسل من بعد ما شاف انه صار في نضج بفهم ملكوت الله، اكيد نسبيا من قبل الرسل. المسيح يسوع عم بيشجعهم تينطلقوا للرسالة، ولكن هالرسالة منا رسالة سهلة، مش بعتهم على مكان جميل، مش بعتهم يقوموا بمهمة كتير سهلة عليهم، بالعكس بشرهم بالصعوبات بالاضطهاد، وقال لهم بآخر نص الإنجيل يلي سمعناه: إذا أنا يلي هو رأسكم، أنا سموني بعلزبول، يعني أنا نعطوني بالشيطان، كيف بالأحرى أهل بيتي. ما تنتظروا كتير إنه تلاقوا الخير من الآخرين، حتى البي والابن رح يختلفوا، الأم والابن رح يختلفوا، الناس رح تنقسم على بعض البعض. والسؤال اللي بنسأله: ليه المسيح يسوع عم بيحكيهم بهالكلام؟ وليه عم بيعطيهم هالرسالة الصعبة؟ ليش الناس بدها تنقسم على بعض البعض؟ ليه البي بده ينقسم على ابنه والعكس صحيح؟ ليه أهل البيت بده ينقسم؟ لأن المسيح عم بيقول الملكوت يلي أنا عم بشر فيه ويلي عم بطلقه للبشرية مش كل الناس رح تقبله، مش كل الناس رح تقبل السلام والمحبة والغفران والتضحية وبذل الذات، لأن الإنسان بطبعه في عنده هالنزعة يلي بده كل شيء لإله. الإنسان بطبيعته في عنده الأنانية، في عنده الحقد، في عنده البغض، في عنده عدم الغفران، في عنده التكبر. كل هالصفات يلي موجودين بالإنسان بيعرضوه إنه ما يكون إنسان صالح. والمسيح يلي بده إياه منا نحن البشر نكون صالحين. نكون صالحين كيف؟ نكون محبوبين، نكون خدام، نكون متواضعين، نكون نسامح، نكون نعمل الخير للإنسان الآخر. من هون المسيح عم بيقول مش كل الناس رح تقبل رسالتي، كونوا حكماء كالحيات. بدكم تنطلقوا بالعالم، بدكم تعرفوا كيف بدكم تبشروا، بدكم تعرفوا الكلمة وين بدها توقع، إذا كانت بدها تثمر أو لا. بدكم تعرفوا البيت يلي بدكم تروحوا عليه هل يا ترى محضر حاله لقبول وسماع كلمة الله أو لا. من هون المبشر ما بكب حاله بالموت هيك عبثا، بالعكس بده يكون عنده الحكمة كيف بده يبشر. ومثل ما قلت الأحد الماضي، البشارة بالكلمة أكيد بتوصل، ولكن البشارة بالمثل بتوصل أكثر وبتعطي مفعول أكثر. أنا قد ما أحكي عن المحبة والغفران، إذا ما بحب وما بغفر أكيد الناس بتنتقدني. يعيشها هو بالأول، يغفر هو بالأول قبل ما يحكينا. ولكن إذا شافوني الناس عم بيعمل خير وتكلمت عن الخير، بيقولوا صحيح الإنسان عم بيعمل خير. كل واحد منا هيك لازم يكون. من هون المثل الصالح هو أهم من الوعظ، والمثل الصالح كل واحد بده يكونه، كل معمد ومثبت على اسم المسيح، كل من يتناول جسد الرب ودمه مفترض فيه يكون صالح قدام الآخرين. البي والأم قدام أولادها، الجد والست قدام أولادها وقدام أحفادها، الإنسان المسؤول قدام كل إنسان بيشتغل معه. هيدا هو المثل الصالح، مش إنه نضل نحكي كل الأيام عن الأعمال الصالحة وعن الملكوت السماوي ونحن عايشين عكس شيء. كل واحد بده يفكر أنا كيف عايش. رح أقرأ هيك كم شغلة كتبتها اليوم، كيف إنه الإنسان بيكون مسيحي صالح وكيف الإنسان بيكون ضد ذلك، وليش المسيحيين مضطهدين من أول تاريخهم حتى اليوم. لأن المسيحي مفترض فيه، يمكن نحن منا هيك، ولكن المسيح بده إيانا نحن المسيحيين نكون ضمير العالم، نكون هالخميرة يلي بدها تخمر العجين تيصير كله صالح، ما يعفن ويحمض، يكون عن جد عم يعطي ثمر صالح ويعطي خبز صالح. يبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. هيك بيقول المسيح. على التلميذ أن يعلم أن بالتزامه إنجيل المسيح سوف يكون كسائر، عكس التيار، عكس تيار هذا العالم. يعلمنا فيه مبادئ تتعارض وقيم عالمنا ومبادئ مجتمعنا المادي. العالم شو بده؟ العالم عنده مقاييسه، وللمسيح كمان عنده مقاييس مغايرة جدا. العالم بيحكم على الظاهر،
تلميذ المسيح مفترض فيه يشوف جوهر الحقائق، يقول الحقيقة بجوهرها. المجتمع عادة يسعى إلى صداقة القوي، وين في زعيم، وين في مسؤول، وين في إنسان من شاف بالمجتمع عم نركض لعنده. ولكن التلميذ المسيح يخدم الفقير. المسيح شاف الأعمى على قارعة الطريق ونسي كل العالم يلي كانوا ماشيين معه وراح ساعده. العالم يبحث عن مصالحه، والمسيح يقول لنا أن نبذل ذاتنا من أجل الآخرين. هذا اللي عم نعيشه بالعالم اليوم الرأسمالي. الإنسان الغني بياكل الفقير وبيسحب أموال الفقراء من جيابهم وما بيشبع. هيدا هو العالم يلي المسيح كان عم بيحاربه وبعده عم بيحاربه، وبده ايانا نحن نكون صوت الحق ونقول نحن بدنا نعطي الآخر، مش نسحب أموال الآخر وناخدهم لإلنا. العالم يغمض عينيه عن الظلم والجور وقلة العدالة. التلميذ عليه أن يكون صوتا صارخا في سبيل تحرير إخوته المستعبدين بثقل المادة وجشع الاقتصاد والمال والسلطة. هيدا هو تلميذ المسيح. من هيك سيسلمون إلى المحاكم، من هيك بدهم يجلدوا تلميذ المسيح. والجلد مش جلد الجسد، الجلد المعنوي بالكلام وبالاضطهاد الكلامي ضد الكنيسة. هيدا هو الجلد. إذا كانت الكنيسة عم تصرخ وتعطي الحق للآخرين، أكيد يلي بيتضايق منا بده يهاجمها وبده يسكتها. من هون أولا علينا أن نكون مثال صالح، ما نكون عم نشكك، ما نحكي عن العدالة إذا ما كنا عادلين، ما نحكي عن الفقراء إذا ما كنا فقراء. إذا كنا فقراء ودافعنا عن الفقراء بيقولوا معهم حق. من هيك على الكنيسة أولا تقوم بمراجعة، تشوف حالها إذا كانت مثال صالح، ومن بعدها بتطالب بحقوق وبتطالب بالعدالة يلي بيحكي عنها على طول البابا. إن شاء الله نكون رسل حقيقيين للمسيح يلي أرسلهم، نكون نحن كمان مرسلين نعطي الحق ونعطي العدالة ونعطي السلام والمحبة للعالم. آمين.